الحزن مستولي عليك ونسيت للحظة ان الامر بيد ربنا. مشكلتك ان انت بتدي الحاجة اكبر من حجمها، والنقطة دي موجودة عند الناس اللي ما عندهاش نور. اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهم نور شايفين كل حاجة على حقيقتها وبيدوها حجمها الطبيعي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فربنا هنا بيسألنا وبيقول لنا أليس الله بكاف عبده؟ في ناس بترد بلسانها وفي ناس بترد بقلبها. فالناس بتقول ايوه طبعا، يعني هي دي فيها كلام؟ طب شايل الهم ليه وزعلان ليه لما ربنا قادر يكفيك؟ هو انت بتقول كلام وبتعمل عكسه؟ طلبت من ربنا المستحيل ولا لسه؟ ما اصل ازاي هتيجي ازاي ومش عارف إيه. يبقى انت مش مصدق، يبقى انت ما عندكش نور، يبقى انت ذنوبك اكتر من حسناتك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت عارف معناها ايه؟ ان اللي هيتوكل على ربنا هيتولى كل اموره وهيكفيه كل همه، زي ما السيدة مريم توكلت على ربنا. وده مثل على إنسانة مش نبية ومش رسولة، مع إن حتى الأنبياء والرسل هم بشر من بني آدم، وربنا ذاكر لك القصة عشان تقتدي بيهم. المهم إن السيدة مريم وصل إيمانها بربنا إنه قادر يجيب لها الرزق لحد عندها في مكانها. حتى سيدنا زكريا اللي هو نبي جاله ذهول، قال أنا اللي بصرف عليك، أنت بتجيب الكلام ده منين؟ قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فسيدنا زكريا جاله ذهول، قال هو في الكلام ده؟ فراح طالب ولد وهو عجوز ومراته عجوزه، مفيش اسباب، مفيش مستحيل. النتيجه ايه؟ ان الله يبشرك. اول ما وثق في الله وخلى يقينه وايمانه بالله ان ربنا قادر يجيبها لي بدون اي اسباب وما فكرش هتيجي ازاي. فهل طلبت من ربنا المستحيل ولا لسه؟ وما تفكرش هتيجي ازاي، مش بتاعتك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ ربنا بيختبرك، أنت شايف إن ربنا قادر على كل حاجة ولا لأ؟ طبعا أنت بتقول أكيد طبعا، يعني هي دي فيها كلام، ربنا قادر طبعا. طب ليه شايفك متبهدل وقرفان ومهموم وشايل هم الدنيا كلها؟ ولا أنت لسانك بيقول حاجة وقلبك بيقول حاجة تانية خالص؟ مش ربنا قالك أنا عند ظن عبدي بي، اللي هتظنه هعملهولك. والظن والنية محلها فين؟ في القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب قبل العمل، النية قبل العمل. طب ليه قلبك مش قادر يصدق؟ ليه قلبك قلقان؟ يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيتكلم عن الأعراب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب بيقولوا إن إحنا آمنا، ربنا قال لهم أنتوا ما آمنتوش ولا حاجة، أنتوا بس أسلمتوا، الإيمان لسه ما دخلش قلبكم. أنت بتقول إن أنت متوكل على ربنا وإن ربنا قادر، ولكن أنت لسه ما آمنتش بكده. قلبك مش مستوعب الموضوع، مش عقلك، مش جسمك، مش لسانك. الإيمان محل القلب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مش قادر تثق في ربنا إنه قادر يحل لك مشكلتك فتتحل، مش عارف تستوعب إن ربنا قادر على كل حاجة فعلا، قادر يجوزك، قادر يشفيك، قادر يغنيك، قادر يعملك كل حاجة. أنت ليه ما طلبتش المستحيل لحد دلوقتي؟ أنت كده عندك مشكلة ولازم تتحل بسرعة. بل دي علامة إن أنت لسه ما وصلتش لدرجة المؤمن، أنت لسه مسلم بس. والمؤمن هو اللي بيدخل الجنة مش المسلم، المؤمن هو اللي بيتنعم في الدنيا مش المسلم إلا العاصي. انت مشكلتك ان انت لسه الإيمان ما دخلش قلبك، مشكلتك ان انت لسه ربنا ما مدكش بالنور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ربنا وصف اللي ما عندوش نور بالميت، مش عارف يروح يمين ولا شمال، تايه. والنور مصدره الوحيد عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا مش هيدي النور غير اللي الإيمان دخل قلبه بس. والإيمان مش هيدخل القلب إلا لو كان القلب سليم. وسليم هنا ما اقصدش بيه حاجة عضوية، اقصد بيه ذنوب وحسنات. زي بالظبط ما الملائكة مش هتخش بيتك لو في عدم طهارة او عدم نظافة او رائحة كريهة. هم 3 مراحل عشان توصل لليقين التام، هتشوف المعجزات حرفيا. لازم قلبك يبقى سليم، وقتها الإيمان هيدخل قلبك، وقتها ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بالنور، وقتها هتدخل في ولاية ربنا. يا أخي محروم اللي ما دخلش في ولاية ربنا. هتلاقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بإن الإيمان يدخل قلبه وإنه مده بالنور. لما اللي ما عندوش نور بيجي يتكلم معاه ويحكي له عن مشاكله بيبص له بصة غريبة قوي، إيه التفاهة دي؟ هو عنده الموضوع بيخلص في ركعتين، انت فاهم؟ فالتاني بيستغرب قوي، يا عم بقول لك سبت الشغل هصرف على العيال منين والالتزامات ومش عارف وشايل الهم. فيقول له صلي واسمع كلام ربنا هتتحل. ربنا مديله نور ومفهمه دي تتحل ازاي ودي تتجاب ازاي. التاني مش فاهمه، يقول له دي مالها ومال دي، انت معانا على الارض ولا ايه حكايتك؟ تحس واحد بيكلمه برتغالي، يا عم انت بتقول ايه ولا عايز ايه انت ولا. فده أرى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففهم إن الرزق مصدره الوحيد عند ربنا، وما لهاش حل غير إن أنت تلجأ لله وتسمع كلامه. ربنا أصلا ما طلبش منك غير إن أنت تتقي عشان يجيب لك رزق واسع وعشان يكفيك همك، ما طلبش منك أكتر من كده. وقتها بيهيئ لك أسباب مجيء هذا الرزق، اللي بيجيله عن طريق شغل، اللي بيجيله عن طريق ورث، أيا كان ربنا هيتكفل لك بالرزق. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اي رزق او نعمة عندي او عند اي حد من خلقك يا رب سبحانك الوحيد اللي جايبه. كل الحكاية ان ربنا جابها لك عن طريق اسباب، لان ربنا سبحانه وتعالى حاطط قانون ان لكل شيء سبب. ربنا قبل ما يخلقنا عارف مين اللي هيدخل الجنة ومين اللي هيدخل النار،
عارف مش فارض، يعني عارف ان فرعون هيدخل النار، وبالرغم من كده بعت له رسول بيقول له لو تبت ربنا هيتوب عليك. هو مخير تماما، فرفض وكفر، وهنا هو عمل سبب دخول النار. ربنا ما ظلمهوش عشان ما يجيش يوم القيامه يقول له رب ما كنتش اعرف، يقول له لا بعت لك رسول. فلازم كل حاجه ليها سبب، ربنا وضع قانون بكده، الا في استثناءات ودي مش لاي حد. في واحد محقق شروط الاسلام كلها وبالرغم من كده لسه الايمان ما دخلش قلبه، طب ايه السبب؟ ده بيمثل علينا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. مش ربنا سبحانه وتعالى قالك إنه مش هيقبل العمل ولا القول إلا لو كان خالصا لله؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني لو أشركت حد مع ربنا في العمل ما بيتقبلش. انت دلوقتي بتصلي، المفروض بتصلي ليه؟ عشان ربنا بس، ولا عشان الناس تقول، ولا عشان ابوك يرضى عنك؟ عشان دي بتخلي العمل ما يتقبلش، المفروض ان هي تبقى لله بس. وقيس على كده في كل الاعمال، انت بتحج عشان ربنا امرك بكده، عشان ربنا بس، مش عشان ربنا وعشان كمان اتصور، مش عشان ربنا وكمان عشان اغيظ فلان، عشان ابعتها لفلان، عشان دي هي اللي مبوظه الدنيا. تصلي واشركت حد مع ربنا بيقول لك خليه ينفعك، ولو بترائي اول من يسعر بهم النار. او يمكن انت بتصلي ومش عارف انت بتصلي ليه، انت لقيت الناس بتروح تصلي رحت صليت معاهم، طب بتصلي ليه؟ مش عارف. فلازم تظبط النية وإخلاص العمل لله. خد بالك ربنا هينظر على قلبك قبل عملك. فإذا أولا عشان يبقى قلبك سليم لازم تنقيه من النقط السوداء اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، إن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. في حديث تاني إن هي بتغلف قلبه، وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت عدم إخلاصك العمل لا ده ذنب بل ده شرك، يعني أكبر الكبائر. وعدم الصلاة دي كبائر، وشروط الإسلام كلها لو ما عملتهاش دي كبائر إلا لو في رخصة. الصغائر بتتمسح لو أنت اجتنبت الكبائر، إنما الكبائر ذنب واحد منهم مانع عنك خير الدنيا والآخرة كله، ومانع عنك إن أنت تبقى في ولاية ربنا، ومانع عنك إن أنت قلبك يبقى سليم، ومانع عنك إن أنت الإيمان يدخل قلبك، ومانع عنك نور ربنا. طيب إيه اللي منع الإيمان إن هو يدخل قلبك؟ إن قلبك مش سليم. وإيه اللي منع قلبك إن هو مش سليم؟ في نقط سودة في قلبك، ودي ما بتتعملش إلا من الكبائر، وممكن من الصغائر لو أنت مش مجتنب الكبائر. طب دلوقتي لو قلبك سليم الإيمان جاهز إن هو يدخل قلبك، قلبك مش سليم الإيمان مستحيل إن هو يدخل قلبك، الاتنين ما ينفعش يبقوا مع بعض. سمعت المقولة اللي بتقول إن الإيمان بيقل وبيزيد؟ هي ليها مفهوم تاني. الإيمان ما ينفعش يفضل في قلب مش سليم، والقلب ما بيبقاش سليم لما بتعمل كبائر، فأول ما بتعمل كبائر الإيمان بيخرج من قلبك، فيقول لك ده الإيمان قل. أول ما بتتوب منها الإيمان بيرجع تاني، فالإيمان بيقل وبيزيد. الإيمان ما بيدخلش إلا قلب نضيف، زي ما الملائكة ما بتدخلش إلا بيت نضيف وطاهر. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، إلا طبعا الملاكين اللي بيسجلوا الحسنات والسيئات دول مأمورين إن هم يلازموك، أكيد ربنا سبحانه وتعالى مديهم قدرات إن هم يتحملوا عدم الطهارة وعدم النظافة وهكذا. ولما القلب بيبقى سليم وقتها بيبقى حابب الإيمان، والإيمان ليه شروط وعايز كلام كتير ولكن ممكن نختصر. رقم 1 الإيمان بالله، 2 الإيمان بالرسل والأنبياء، 3 الإيمان بالكتب التي أنزلها الله، 4 الإيمان باليوم الآخر، 5 الإيمان بالقدر خيره وشره. باختصار شديد تؤمن بكل القرآن، ما تكذبش ولو في آية واحدة. وهنا وجب التدبر. الإسلام خلاص دي أول مرحلة لتزكية النفس، تاني مرحلة وهو الإيمان بكل اللي موجود في القرآن وتطبقه. والتدبر ليه شروط، ما تاخدش آية واحدة وتبني عليها كل حاجة. ربنا بيتكلم عن موضوع معين مثلا في أكتر من آية، ربنا بيقولك جمعهم عشان تشوف الصورة كاملة، فمستحيل تفهم الموضوع إلا لما تجمعهم كلهم، يعني تقرأ القرآن كله بل أكتر من مرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شجعك وعرفك على سر إن على كل حرف بتاخد حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، وربنا بيضاعف لمن يشاء ل700 ضعف. ولكن التشجيع هنا مش عشان تقرأ، التشجيع هنا عشان تتدبر. طب تبقى مبسوط وانت بتتدبر وبتقرأ القرآن أكتر من مرة، بتحاول تفهم كلام ربنا وتطبقه عشان تؤمن بيه، وهنا بيتحقق لك الشرط التاني وهو الإيمان لما تطبق اللي في القرآن. ربنا راح مشجعك أكتر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت عشان تتحقق لك المعجزات اللي حصلت لأولياء، وعشان يكفيك همك ويتولى أمورك وتدعي من هنا يستجاب، لازم يتحقق عندك 3 شروط. ربنا اختصرها لك في آية تانية وقال لك فليستجيبوا لي. ربنا بيقول لك عايزني استجيب لك، استجيب لي. 3 شروط: إن أنت قلبك يبقى سليم، إن أنت تكون مسلم بجد، بإن أنت تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وقتها بتترقى للمرحلة التانية ويبقى قلبك جاهز إن هو يدخله الإيمان، مفيش شيطان مغلف القلب مانع الإيمان، وقتها ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك بالنور.
الله ولي الذين آمنوا مش الذين أسلموا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمدهم بالنور، المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتولاهم. واللي ما عندوش نور ربنا وصفه بالميت. طب الثلاث شروط اتوفرت عندك، ان قلبك سليم، الايمان دخل قلبك، ربنا سبحانه وتعالى مدك بالنور. حرفيا انت زي اللي كان ميت في القبر وربنا احياه تاني. فرق شاسع. انت هنا موصول بربنا سبحانه وتعالى، هنا تصلي ركعتين لاي حاجه تخلص، تدعي تستجاب بسرعه، اللي يعاديك يتفرم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيسالك تاني: أليس الله بكاف عبده؟ هنا بتضحك وبترد بقلبك: بلى والله، ده أنا شفت بعيني. وقتها بتستشعر حلاوة الصلاة الإبراهيمية، بتستشعر الاستغفار، بتستشعر حلاوة الإيمان. وخد بالك إن لسه في درجة أعلى من الإيمان وهي الإحسان، ودول اللي ربنا بشرهم بالجنة. كل اللي وصل لدرجة الإحسان ومات عليها يعرف إنه بإذن الله من أهل الجنة. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وربنا قال لك في الآيات اللي قبلها إن دول اللي دخلوا الجنة. ممكن نبقى نعمل الفرق عنهم كلهم قريب إن شاء الله في وقت تاني، ولكن اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مستنيك. هتاخد الخطوة الأولى إمتى؟